بتدوري على وصفة سهلة وبسيطة ومكوناتها مش مكلفة خالص تفردي بيها شعرك ونتيجتها حلوة وكمان مكوناتها مفيدة جدا وهتغذي شعرك؟ جربي معايا الوصفة دي. ولو عجبك الفيديو ده وأول مرة تشوفي القناة ما تنسيش الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نشوف مكونات الوصفة بتاعتنا ايه. هحتاج الزبادي أو اليogurt الطبيعي، وهحتاج منه علبة، وهتضاعفي الكمية على حسب طول شعرك وكثافته. والزبادي يا بنات مفيد جدا للشعر، بيزيد نمو الشعر بسرعة، وكمان بيقلل التساقط وبيرطب الشعر وبيقوي الجذور وبيمنع التقصف بتاع الشعر. مكون هايل جدا. كمان هحتاج معلقتين نشا الذرة او الكورن فلاور. هقلب النشا ده وهشوف اذا كنت هحتاج معلقة كمان ولا لا على حسب القوام اللي قدامي. واللي يقولك النشا بينشف الشعر دي مش حقيقة، واللي حصل معاه كده يجرب طريقتي ويشوف بقية المكونات اللي انا هضيفها ازاي انها هترطب الشعر وتنعمه. جربوا بس الطريقة دي يا بنات وهي هتعجبكم. كده انا هحتاج معلقة كمان من النشا. على حسب القوام اللي قدامك ضيفي نشا. انا هوريك القوام دلوقتي هيبقى عامل ازاي. كده خلاص انا مش هحتاج تاني، ده القوام اللي انا عايزاه يا بنات. هضيف كمان معلقة من الجريسلين. الجريسلين يا بنات حلو جدا للشعر، بيحمي اطراف الشعر من التكسير، كمان مضاد للفطريات، بيخلصك من القشرة، كمان بيقوي الشعر وبيرطبه وبيديله لمعان. يعني ممكن اكلمك من النهارده لغايه بكره على الجريسلين، حلو جدا يا بنات. اعملوا سيرش وتاكدوا من كل الكلام اللي انا بقوله. كده انا خدت معلقه. هحتاج كمان معايا في الوصفه معلقه زيت لوز، ممكن تستخدمي اي زيت موجود عندك. زيت اللوز ده بيعالج جفاف الشعر وبيحافظ على رطوبه الشعر وغني بالفيتامينات. هي دي كل المكونات اللي انا هستخدمها في الوصفه دي يا بنات، مكونات حلوه جدا. يعني بوصفه سهله وبسيطه ومكوناتها سهله هتفردي شعرك في البيت بكل سهوله وكمان هتغذي شعرك. نيجي بقى لاهم حاجه، بعد ما نوزع الوصفه بتاعتنا على الشعر من الجذور الاطراف، هنسيب الوصفه دي على الشعر لمده ساعه. وبعد كده هغسل شعري، انزل الوصفه الاول من على شعري، وبعد كده اغسل شعري بالشامبو او الحمام الكريم بتاعي. اعمل كل حاجه بعملها عادي وانا بغسل شعري، يعني روتينك العادي اللي انت بتستخدميه في كل مره بتغسلي فيها شعرك هتعمليه. واسرح شعري وادهن عليه اي كريم موجود عندي انا بستخدمه. استنى شويه لما شعري يبقى مندي بس كده، والف شعري طاقيه او دوامه. هتفرق معاكي جدا. جربوا الوصفه زي ما انا بقول لكم كده بالظبط، هتعجبكم جدا. البنات اللي ما تعرفش طريقه الطاقيه او الدوامه بتتعمل ازاي، هحط لك في اول تعليق مثبت الطريقه، كنت عملت فيديو قبل كده واحط لك الطريقه دي. جربوا الوصفه دي يا بنات هتعجبكم جدا باذن الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه، في رعايه الله وحفظه.